السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكون بألف خير وصحة وعافية. أنا آسفة ما متواصلة وياكم. بس ظروف، وإن شاء الله راح أرجع أعاود بإذن رب العالمين. هاليومين ترجع الفيديوهات، وإن شاء الله على نبتات جديدة، وأجاوب على أسئلتكم. صح شوية مقصرة بالإجابة على الأسئلة، بس والله ظروف يعني تسامحوني، لأن بصراحة زوجي بالمستشفى من الجمعة الماضية. حالته الصحية تعبانة، وأني وأولادي مشغولين معه. ما أقدر أنزل فيديوهات، يعني يا دوب مثل الصبح أطلع لحد 10 ونص يلا أرجع للبيت، بعد ما بيها مجال بين أسوي فيديو. بس إن شاء الله بالأيام القادمة راح نرجع ونعاود على فيديوهاتنا وعلى نبتات جديدة، وعلى نتحدث على أشياء المفروض إحنا ناخذها بالحسبان، وخاصة هسه الجو بارد، حتى نحافظ على نباتاتنا وكيف نحافظ عليها وشنو الأشياء اللي نسويها. أنا هنا خارج البيت يعني أتكلم وأشوفكم النباتات في التطورات اللي عندي صارت. شوفوا ما شاء الله الكلانشوا صورتها بصراحة. راح أنزلكم الفيديو عشان من أول ما بدأت الجنابذ تطلع لحد ما أزهرت وصارت بهذا الجمال. شوفوا جمالها، هي والبيجونيا أو البيجونيا، والريو، خد العروس أو بولكة المرقطة. شوفوا ما شاء الله الجمال، رغم بأنه الجو بارد. يعني إحنا لحد الآن إحنا بولاية فلوريدا الأمريكية مدينة تامبا، إحنا درجة الحرارة لحد الآن مثل لحد يعني 11 مئوية 12، هاليوم 13 مئوية بصراحة. بعد يعني ما يستوجب إنه أغطيها، بس من يصير نزول بدرجة الحرارة، انخفاض درجات الحرارة توصل مثل للواحد أو الاثنين أو تحت الصفر، لا المفروض أغطيها. هسه ما تستوجب، لأن درجة الحرارة مثل 11 12 يعني زين، يعني ما توصل لانجماد النباتات. هذه هي النباتات اللي هنا خارج البيت، تجي عليها هسه الشمس من الساعة 12 ونص، تجي الشمس لحد ما تغيب. شوف ما شاء الله نشاطها، شوف الأشياء اللي التطورات اللي صارت. هاي ريو قبل كم يوم عملت لكم فيديو عليها. صار يومين فصلت، لأن السندانة صار عبارة عن نبتات بدون تربة، ففصلتها يعني من سندانة وحدة، سندانتين بصراحة هن. سويت هذني 4 سنادين، وعندي هنا سندانتين بالإضافة اللي أخذتها حاطتها بالمي، يعني أجذرها لحد ما تصير لي فرصة، لأن السنادين كلش كثيفة حتى ما تتأثر. وقبل يومين كانت عندنا عاصفة ومطر قوي، فحاولت أشيل من عندها، لأن هي من نفس فصيلة المكحلة وبسرعة تتكسر. فشلت الأجزاء اللي مدلية حطيتها بالمي، والباقي زرعتها. هي مثل ما قلت لكم عليها، تقطعون أو تفصلون بالتفصيص، أو تقطعون وتجذروها أو تزرعوها مباشرة. سهلة وجميلة بشكل. هاي اللي قدرت أسويه، ويعني من خلال الظروف اللي عندنا. وإن شاء الله راح أرجع، أكو نباتات جديدة عندي إن شاء الله أشوفكم إياها، يعني قبل ما يتمرض زوجي يعني أخذتها، وبعدني ما سويت لكم فيديوهات عليها، وإن شاء الله ما أقصر وياكم. وشفتوا هذه البولكة، تتذكروها بولكة المرقطة أو خد العروس؟ تذكرون من فصلت من عندها ذولي، قطعت وزرعتها، أخذت لها يومين تقريبا، يومين ذبلانة. هذا الشيء طبيعي، يعني سواء هي أو السجاد أو أي نبتة تاخذ لها شوية ذبول، أو مثلا الضرب نشاط. هاي أخذت ذبول ذبلانة يومين، والثالث شوية شوية رجعت، وهاي ما شاء الله شوفوا نشاطها. وهذا هو فيديو قصير، بس حبيتكم أطمنكم عليه، وبس اللي أطلبه من عندكم بأنه تدعوا الزوج إن شاء الله يطلع بسلامة من المستشفى، لأن كلش صعبة بصراحة. يا رب ما تشوفون شر، ويحفظكم ويحفظ أحبابكم، لأن الأب من يكون بالمستشفى يعني أو الزوج صعب بشكل، وخاصة مثلا إحنا هنا بالغربة. اللي أطلبه من عندكم يعني شلون أقول، طلب أخوي، بين تدعوا له الله يسلمه ويطلع بسلامة من المستشفى إن شاء الله. ويا ربي ما تشوفون شر
لا إلكم ولا أحبابكم ولا كل عزيز على قلبكم. يا رب يحفظكم ويحفظ أمة محمد بالخير إن شاء الله، ويحفظ الجميع أين كان. وهذا اللي حبيت أطمنكم عليه، أطمنكم علي وعلى عائلتي، وأني أشكركم. اللي أطلبك بس دعاء من عندكم. وإن شاء الله عندي فيديو يعني بما يخص النباتات في وقت الشتاء، وشنو أقدر أسوي لها، وشنو نقدر يعني شلون نحافظ عليها بالفيديو القادم إن شاء الله. بسلامة، بس يطلع زوجي من المستشفى ونرجع ونعاود على خير إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله فيديو قادم. يا أحلى متابعين، يا أحلى أخوة وأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.